من اهم عوامل الجوازه الناجحه انكم تحافظوا على خصوصيتكم من قبل الجواز كمان. اللي يحصل بينكم من نقاش لجدال لخناق وحتى اتفاق يفضل بينكم وبس. بس طبعا الا في حاله واحده، وهي الاستشاره، لما تكونوا عاوزين حد يساعدكم. لكن غير كده انتوا بير صندوق مقفول لبعض. من اول يوم جواز وانتوا بتودعوا اهاليكم على الباب وبتقفلوه، انتوا سر بعض. مش المفروض اي حد يعرف خصوصياتكم، لا ماما لا بابا لا اختك لا اختك لا اخوك ولا اصحابك. خلي بالكم لان الحاجات دي بتعمل مشاكل كبيره وازمه في الثقه. لما جوزك يحس ان موضوع خاص بينكم، مامتك تعرفه، او مراتك تحس ان انت حاكي لمامتك حاجه خاصه بينكم، الطرف التاني بيحس انه اتعرى، وده بيهد الثقه والامان. ده غير ان انتوا بتفتحوا مجال ان اسراركم تبقى على الملأ وعلاقتكم وبيتكم يبقى على المشاع. وهنا اصحاب النفوس المريضه بيبقى ده الجو المثالي بالنسبه لهم عشان يدخلوا ما بينكم ويخربوا العلاقه. حتى المشاكل اللي بتحصل بينكم في اول الجواز وده العادي، احتفظوا بيها لنفسكم. حاولوا على قد ما تقدروا تحلوها بينكم. كل ما اتعودتوا تحلوا مشاكلكم بنفسكم لوحدكم، كل ما كنتوا قد المسؤوليه.